نمت غصبا عني قدام المسلسل التركي. حلمت ان في شخص واقف قدام باب شقتي. فجأة لقيت ايد ممدودة ناحيتي بتحاول توصل باب الشقة من بره. كانش باين وش صاحب الايد دي، لكن انا عرفتها كويس، عارفاها قوي، ده انا حافظاها بكل تجاعيدها. دي ايد صلاح جوزي متغطية بلون اخر هدوم شفته بيها. ندهت عليه لكن صوتي كان مكتوم ومش طالع. المشكلة ان الباب كان عمال ينقر جامد والجرس كان هينفجر من الزن. وفجأة صلاح اتشال من قدام الباب وبدأ يتحرك لورا، كأن قوة شديدة شفطته بسرعة في اتجاه عكسي. وقمت من النوم مفزوع ولساني عمال يردد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب ريح بالي وطمني على الحبيب الغايب. خضتي من النوم كانت على صوت الباب فعلا وهو بيخبط، وصوت حاتم ابن أختي عمال يندهلي من ورا شراعة الباب وبيقولي بصوت عالي: يا الله يلي هنا، ايه يا خالتي انت لسه نايمة ولا ايه؟ وكمل بضحك وقال: الناموسية لونها فوشيا. ايه يا حاتم بالراحة، الباب هيتخلع في ايدك. هتفضلي مرزوعة ومتلقحة كده يا خالتي بين 4 حيطان ومقضياها نوم؟ اتنهدت كده وقلت له: عاوزني اعمل ايه يعني؟ ما كل حاجة على يدك. كنت محتاجة تيجي معايا اسكندرية تغيري جو. آسف. وشي جاب ألوان أول لما جاب سيرة المدينة المشؤومة دي. ما بقتش بطيء سيرتها من ساعة اللي حصل. لا ما تتأسفش يا ابني، وانت ذنبك ايه؟ كله مكتوب. أنا مش فاهم شعورك، بس أكيد في تفسير لغياب عم صلاح المفاجئ ده، وبإذن الله يرجع، وبعدين الغايب حجته معاه. بصراحة اتعصبت أول ما سمعت الجملة دي، اللي يمكن أكتر جملة ممكن تبرر ألم الفقد، وبرضه ممكن تبرر العذر للمفقود، لكن ده اللي عنده حجة من الأساس. إنما العجيب إن أنا جوزي داب زي الملح ما بيدوب في المية، اختفى من غير ولا أثر. يا ترى حجتك إيه يا صلاح؟ ولا أقول لكم، أنا هبدأ أحكي القصة من الآخر للأول عشان تفهموا إيه اللي حصل بالظبط واحكموا بنفسكم. يلا بينا. يا مساء الفل والسعادة والجمال على كل الناس سامعاني دلوقتي. أنا أحمد عبد الكريم، والنهارده معادنا مع قصة جديدة. طب قصة النهارده هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، وهي من كتابة رانيا حسين. أنا بشكرها جدا وأشكرك أنت يا صديقي على الاستماع، بس مش دلوقتي، في آخر الحلقة. بدون كلام كتير، لو أنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب على زر الجرس، ويا ريت تعمل لايك وكومنت لأن الحاجات دي بتفرق معانا جدا وبتعرفنا فين الصح وفين الغلط. وبدون كلام كتير يلا نبدأ الحلقة على طول ونشوف رانيا كاتبة إيه. يلا بينا. أنا نبيلة البصراتي، متجوزة صلاح نسيم 6 سنين، عمري دلوقتي 36 سنة، وبشتغل مدرسة عربي في مدرسة خاصة. وتعرفت بصلاح لما جالنا انتداب كده في المدرسة لمدة 6 شهور. وقتها كان صلاح عمره عدى 35 على ما افتكر يعني، وفضل أعزب لحد ما أنا وهو اتجوزنا، بسبب يعني تعلقه بوالدته، أو بمعنى أصح تعلق والدته بيه بشكل مرضي، لدرجة ان هو كان كل يعني ما يرتبط بواحدة تطفش منه بسبب افعال يعني وامه معاها وتحكماتها فيه. لكن انا قلت اعملها زي والدتي اللي اتحرمت منها، وفعلا كنت بارى بيها وبتعامل معاها كأنها والدتي وانا بنتها. لكن طبعا لما الخلفة يعني اتأخرت، ما كانتش هي بتبطل زن على صلاح ان هو يتجوز، وهو كان متمسك بيا. وبغض النظر عن امه يعني اللي كانت بتجتهد يعني تفرقنا كده عن بعض، ما قدرش انكر بصراحة اننا كنا عايشين يعني في غاية السعادة بشقتنا اللي في المنيل. العمارة كلها كانت 5 أدوار على بعض، كل دور كان فيه شقتين، واحنا كنا ساكنين في 3 دور. بسبب صغر الأدوار وقلة الشقق كنا حاسين انه هو شبه بيت العيلة، اتعاملنا كأسرة كده رغم اننا مش قرايب. بس الحال بيتبادل كده في لمح البصر، وحالنا اتغير لما من حوالي سنة كده قررت انا وصلاح نطلع مصيف اسكندرية. قلنا نشم هوا، ايوه شوية هوا مش اكتر، قبل يعني ما دوشة الدروس والدراسة تبدأ.
وهو برضه نهرب من الأسئلة اللي مش بتخلص منها يعني بتاعت حماتي وقرايبها كمان وكل الناس، لأن الدكاترة كلهم كانوا بيأكدوا لنا إن الموضوع مرتبط بالحالة النفسية مش بسبب عضوي مثلا أو حالة مرضية. صلاح ساعتها كلم واحد صاحبه هناك شاف لنا شقة بسعر رخيص نسبيا في منطقة كده مش فاكرة اسمها، العجمي، سبورتنج، حاجة زي كده. الشقة كانت حلوة بس أنا ما كنتش مرتاحة فيها شوية، لكن يظهر إن الحلم ما بيكملش، ويدوب قضينا 4 أيام بالعدد ورجعت بقى ريما لعادتها القديمة. يوم وصلنا القاهرة يدوب على عتبة شقتنا، وبعد ما حطيت المفتاح في الباب موبايل صلاح رن، وكانت والدته على الموبايل بتاعه، يعني إن هو اتأخر في اسكندرية ليه وليه ما نزلناش يعني من السفر كمان عليها. حاول يسترضاها طبعا وأنا ما علقتش على المكالمة، ونزل بقى الشنط من إيده كده والتفت وقال لي معلش يا حبيبتي هنزل بس أبص على ماما كده وأشوف طلباتها وأرجع بسرعة. هزيت راسي بقلة حيلة كده ورديت عليه براحتك يا صلاح، بس كنت على الأقل يعني استنى لما ناكل سوا ونرتاح شوية، الدنيا مش هتطير. بس من استعجاله طار فعلا، ببص على الأرض كده لقيته نسي المشبك اللي كان المفروض يعني جايبه لها. فتحت باب الشقة عشان ألحقه وبدأت أقول له استنى يا صلاح. ما كملتش الكلمة ووقفت كده مصدومة شوية في مكاني لما لقيت باب الأسانسير واقف عند شقتنا لسه. مسكت مقبض الباب كده بتاع الأسانسير ويدوب بفتحه ما لقيتش غير راجل غريب معرفتوش نازل في نفس الدور بتاعنا، لكن صلاح جوزي ما كانش موجود. يا ترى راح فين؟ يمكن نزل على السلم؟ مخي حط احتمال ان هو نزل على السلم مع اني متأكد ان هو ركب الأسانسير قدام عينيا. دخلت الشقة تاني وجريت كده على البلكونة لكن ما لقيتوش في الشارع. بعدها حماتي اتصلت عليا سألتني عليه، حكيت لها بس هي ما صدقتنيش خالص وافتكرت ان هو بيتهرب منها او ان انا خبيته. هخبيه فين يعني وليه؟ صلاح هو اللي اختفى من الحياة في ظرف ثواني. ما يئستش وما بطلتش ادور عليه في المستشفيات واسامي الشرطة حرفيا في كل مكان، لكن اثره اتلغى من الوجود. كنا محتارين جراله ايه يعني، انا في شوية ثواني معدودة اتخطف مثلا؟ طب هيتخطف ازاي وانا طلعت وراه على طول؟ جراله حاجة؟ عالي كان هيطير منه برج. بقالي سنة على الحال ده. خلال السنة دي حماتي اشتد عليها المرض شوية، اي نعم ما بطلتش حركاتها المريبة، لكن هي بقت شبه كده في حالها لانها شبه متأكدة ان انا السبب في اي حاجة حصلت لي، ومحدش عارف ايه هي الحاجة اللي حصلت لي ديت. ويمكن بقى اللي بيونسني يعني من فترة للتانية هو وجود حاتم ابن اختي اللي كل شوية يجي يشقر عليا ويعمل حس في البيت. خلصت الفطار وشلت الصينية وانا طالع بيها من المطبخ ندهت عليه شيل معايا. تعالى يلا انا حضرت لك الفطار، وطي البتاع اللي بتتفرج عليه ده مش ناقصه وجع دماغ. ايه يا خالتي ده فيلم رعب تحفة ولا بتخافي لسه؟ ما بخافش الا من ربنا يا خفيف. بس الحقيقة انا كنت بموت في جلدي من افلام الرعب والضلمة، لكن لو حد حكى قدامي حاجة فضولي بيتدخل ويجبرني ان انا اسمع. وفي اللحظة دي كأن حاتم كان بيقرأ افكاري، فلقيته بيقول لي من غير اي مقدمات خالته هو انتي بتؤمني بالجن والعفاريت؟ الجن والسحر مسكونين في القرآن، لكن ما اتحطتش في موقف قبل كده او حد من اهلي يعني. سألته باندهاش شوية على السؤال المفاجئ. بتسأل ليه يا خفيف؟ كمل اكله وقال بترقب كده لا اصل بصراحة يعني وانا مسافر مع اصحابي حصلت حاجة كده وحابب يعني احكي لك عنها. ما تخضنيش في ايه، اتكلم على طول. طبعا انت عارفة ان انا رحت يوه المهم رحت هناك يعني كام يوم مع اصحابي، وادركت في زيارتي ديت المرة دي انها مدينة فيها سحر يخوف، وسحرها المرة دي اثر فيا. لمحت ان وشه مخطوف شوية، بس انا عارفة ان حاتم مش بالسهولة يخاف، فقلت له بسخرية شوف مين بيتكلم، انت قلبك ميت يا ابني ومفيش حاجة بتأثر فيك. اتنهد تنهيدة طويلة كده وقال انت عارفاني بحب المغامرات،
لكن مغامرة السفرية دي كانت صدمة بالنسبة لي. استرها يا رب. قلتها له وانا بضحك برضه زي ما اكون يعني مش متوقعة اللي ناوي هو يقولهولي، او معتبراه مقلب من مقلبه، وخصوصا ان انا وحاتم يعني يعتبر كده قريبين من بعض، سننا قريب من بعض ومتربيين سوا كمان. بدأ يقول: بص يا خالتي، انا شعري طاقطق المرة دي من اللي شفته بصراحة، يعني ده اللي حصل، لكن الشهادة لله ربنا بعت لنا واحد من السما انقذنا. برقت عيني اول لما نطق الجملة دي واتنهدت لكلامه عشان اعرف حصل معاه ايه. هزيت راسي وقلت له: كمل، ولا اقول لك تعالى معايا المطبخ نعمل كوبايتين شاي كده، لان من شكلك كده واضح ان الحوار كبير، تعالى. دخلنا المطبخ سوا وشغلت الغلاية وانا بحط السكر. بصيت له وقلت له: كمل يا حاتم كمل. كانش يعرف ان انا قصدت اغير المكان لاني حسيت كده بريح كده بارد، ايوه كان موجود ورا رقبتي. اول لما جه بيبدأ حكايته، وعشان اتجاهل الشعور التقيل اللي بيجي من وقت للتاني ده قلت له: تعالى نقوم. خلصنا الشاي وحطيته على الترابيزة، وحاتم كان زي اللي شايل كده هم الدنيا على طرف لسانه ومتسرع اننا مثلا نقعد، بس كانت قعدتنا المرة دي في البلكونة. بدأ يتكلم ويقول: يوم وصلنا كانت صلاة الجمعة قربت، المفروض اننا كنا مكلمين سمسار يظبط لينا في شقة حلوة كده، وكان معايا خالد وفي صديق ليه حشر نفسه معانا في الحوار ده من غير حق على فكرة. والصراحة الواد اللي خالد جابه معانا ده انا ما كنتش بطيقه، بس كنت مضطر اتعايش مع الموقف وخلاص. الشقة ما كانتش وحشة، لكن من اول يعني ما رجلي اتحطت فيها كانت مقبضة وتقيلة، خصوصا ان بعد يعني ما السمسار قال لنا ان صاحب الشقة منبه ان اوضتين من اصل 4 بس هما اللي نقدر نستخدمهم، وملناش دعوة خالص بالاوضتين المقفولين دول. شاور لينا على بيبان الاوضتين، تحذير يعني اننا ما نقربش من الاوضتين دول. الكلام ده خنقني على فكرة، خنقني اكتر من ان انا مثلا اسيب الاوضتين دول في حالهم، لكن انا اتجاهلت احساسي بزيادة، ويمكن دي كانت اكبر غلطة مني. السمسار بدهاء كده قال لنا: ايه رأيكم في الشقة يا اساتذة؟ هتاخدوها على بركة الله؟ خالد وعلي بصولي وفي نفس واحد قالوا له: طبعا تمام. هزيت راسي في تردد ورفعت حواجبي في اشارة مني كده بجملة اللي تشوفوه. بصيغة تنبيهية كرر جملته تاني: مش هوصيكم بقى ان الاوضتين دول ما يتفتحوش نهائي. هما ما فيهمش اي حاجة غير شوية كراكيب وحاجات شخصية تهم صاحب الشقة. رديت عليه باستكبار كده وقلت له: فيها الماس يعني؟ هما ناس غريبة والله. لكن السمسار ولا كأنه سامع، سبقنا ناحية الباب واحنا نزلنا بسرعة نلحق صلاة الجمعة. واحنا نازلين طلبنا من البواب العمارة ان هو يطلع الشنط، وهو مشكورا يعني عمل كده، وسبنا له اللي فيه النصيب، وجرينا على اقرب جامع. وبعد ما الصلاة خلصت كده كنا هنموت من الجوع. بنظرة استكشافية للمكان لقينا مطعم وسوبر ماركت. في لحظة ما طلبت لهم الاكل خالد وعلي دخلوا سبقوني على الماركت يجيبوا شوية عصير ومية. الساعة 4:30 كنا زهقانين شوية ومش عارفين ممكن نعمل ايه. دخلت الأوضة اللي نايم فيها خالد وعلي وقلت لهم: بقول لكم ايه، ناويين تنزلوا ولا ما انتخين كالعادة؟ خالد بدأ يتكلم ويقول: فكرة برضه، ننزل كده نروح محطة الرمل ولا كوبري ستانلي. علي اتحشر في الكلام واعترض بحجة ان هو مثلا دايخ من الحر ومش عايز ينزل، بس اقترح حاجة خلتني ركزت معاه مع اني ما بطيقهوش. كمل علي وقال: بصوا انا عندي فكرة كده، ايه رأيكم نقوم نجرب نفتح الاوض اللي الراجل نبه اننا منفتحهاش؟ بصينا لبعض انا وخالد معلقناش، لكن يمكن كان في نفسنا الموافقة. ايوه كانت بتصرخ من الفرحة الموافقة. احنا مجانين اصلا وعندنا روح المجازفة ونفوت في الحديد، بس قلنا نفكر بصوت عالي. فسألته: هنعمل ده ازاي والاوض مقفولة بقفل حديد يا زكي؟ خالد قال بحزم: مش هنعمل اي حاجة يا جماعة وفكوكوا من القصة دي، احنا ادينا للراجل كلمة ومش هنطلع عيال يعني في نظره.
بعد كده يعني لو حاجة نقصت من الشقة دي هيتهمونا احنا ولاد ناس مش جايين من الشارع. حسيت ان عرق الكرامة نفخ على خالد كده، فحاولت اهديه. يا شبح مالك، بالراحة علينا، ما كانتش كلمة، وبعدين احنا يعني هنفتحها ازاي من غير مفتاح؟ قطعنا علي بوسوسة فيها شبه كده ضغط علينا بالموافقة بسيطة خالص. واحنا راجعين من تحت انا لمحت محل عدد كده ممكن نشتري قفل زيه وعتالة، او حتى نشوف مفك وشاكوش نحل بيه الضبة ديت، ونبقى بقى نرجعها زي ما كانت بعدين. بدأت استجيب واشجع خالد اللي كان قاعد ساكت خالص. فكرة جهنمية بصراحة، ما تطلعش من ابليس نفسه يا علي، مع انك ساعات بتبقى مستفز لدرجة ان يعني بتخليني عايز اخنقك. قلت له بضحك عشان اغطي على مشاعري الحقيقية ناحيته، واللي انا ما كانش عندي اي تفسير او سبب ليها. الغريب اننا فتحنا اول اوضة لقيناها طبيعية جدا، وكل اللي فيها سرير ودولاب، بس من غير ولا شباك او فتحة تهوية حتى. امال فين الحاجات الكراكيب، الحاجات المهمة المفترض يعني انها تكون موجودة؟ محدش عنده افادة خالص. مشينا مع بعض لحد الأوضة المقفولة التانية، كسرنا الضبة، والمفاجأة إنها كانت أوضة ما فيهاش أي حاجة أبدا غير الهواء المعطن اللي معبيها. فوقنا من الذهول على صوت تخبيط على الباب. هزيت كتف علي كده علشان يفوق من سرحانه ويروح يفتح يشوف مين، لكن ما كانش فيه أي حد خالص بره. رجع علي يسألني: أنت متأكد يا حاتم إن الباب كان بيخبط؟ أكيد طبعا، وهكدب عليك ليه؟ بنرفزة رد عليا وقال: يا عم حاتم بالراحة عليا، ايه معاملة كلاب الشوارع اللي بتعاملني بيها دي؟ بص لخالد وقال له بزعيق: على العموم بما ان الأوضة اللي اتفتحت دي فيها سرير هنام فيها بقى، ويبقى كل واحد فينا ليه أوضة لوحده يعمل فيها اللي يحبه. خالد بصلي بغضب وقال لي: عندي احساس بطاقة سلبية من وقت ما فتحتوا الأوض دي. بص يا حاتم، انا مش مسؤول عن طشكم وماليش دخل باللي انتوا عملتوه ده، انا اروح انام عشان صدعت. سابني وخرج، وانا رحت على الاوضه اللي استقريت فيها. وبعد العشاء لقيت علي جاي يجري عليا وبيقول: انا عارف انك انت مش طايقني ولا كنت عايزني اجي معاكم من الاول، لكن ده ما يديلكش الحق تعمل في التيشيرت بتاعي كده. كان رافع التيشيرت بتاعه اللي بقى عباره عن نساير قماش مقصوصة بالطول. ايوه زي ما بقولك كده، بيتهمني ان انا عملت كده. حلفت له ما صدقنيش، وخالد جاي على صوت زعقنا وحاول يهدي الموضوع. حاتم ما يعملش كده يا علي. اي نعم انا ما عنديش تفسير، لكن دي مش اخلاقه. مشي وسابنا وهو غضبان، ومحدش طلع من اوضته بعد الموقف ده لحد ما صحينا تاني يوم الصبح. خبطت على اوضه علي علشان اصحيه بالمره اراضيه عن موقف امبارح ده. صحينا كلنا واتفقنا ننزل نفطر عند محمد احمد ونروح نتمشى شويه على الكورنيش. بصيت في ساعتي وقلت لهم: ياه، دي الساعه لسه ما جاتش 9. اظن احنا نمنا امبارح بما فيه الكفايه. ناويين تعملوا ايه النهارده بقى؟ خالد وعلي في نفس واحد: هنطلع ننام شويه. هنا انا اتفاجئت بردهم. ضحكت وانا بقول لهم: يظهر ان ربنا رزقني باتنين اكسل من الباندا ذات نفسها. وبعد ما ننام يا عم انت وهو هنعمل ايه؟ ننزل المعموره للواد فارس، نغتت عليه شويه كده ونقضي السهره هناك. ايه رايك؟ يا عم اي حاجه، المهم ننزل بقى من البيات الشتوي اللي احنا مقضيينه ده احنا في الصيف حتى. يا عم خلاص خلصانه، هنعملها. ماشي يا عم خالد ماشي. وفعلا صحينا من النوم، قضينا سهرتنا، وبعد ما رجعنا طلعنا الشقة وتوزعنا على الأوض زي ما عملنا امبارح. والمرة دي كانت ليلة هادية من غير أي مناقصات خالص. الغريب بقى إن تاني يوم السهرة أنا لسه بفوق وفتح نص عين، لقيت علي داخل عليا والشرار بيطق من عينه، وجاي ماسك الشاحن بتاعه وهو سايح من غير ما يبقى يعني متوصل بأي كهرباء، زي ما يكون محروق بفعل فاعل. وطبعا أنا في نظر المتهم الأول كالعادة، بس المرة دي هو كان مجمع هدومه ومصمم ان هو هيرجع يقفل الأوضة تاني، ملوش بقى قعد فيها لحد ما نمشي من هنا. ما كنتش موافق على الفكرة دي، فقررت اعرض عليه اننا مثلا نبدل المبيت بتاعنا،
وادخل انام انا بقى جوه الاوضه دي، واهو منه اطمن قلبه ان ماليش ذنب في اي حاجه. راح خالد قطعني وقال لي: لا، انا يا حاتم اللي هنام مكانكم انتوا الاتنين. وقد كان الساعة 2 بالليل صحينا على سير خالد وجرينا على الصالة، لقينا وشه أصفر وبينهك. شربناه مية بسرعة جدا وصوته المحشرج خرج بكلمة: صوت القبقاب كان مزعج. الست العجوزة دي شكلها كان يخض. حاولنا نخليه يهدى كده، وبعدها حكى ان هو بيسمع صوت خطوات رجلين لابسه قبقاب وماشيه في طريق طويل على الطرقه المحدوده اللي بين الاوض. ولما قلق وجي يقوم يعرف الصوت ده جاي منين، لقى باب الاوضه اساسا بيتفتح وفي راس ست عجوزه شعرها ابيض منكوش داخله منه، لابسه فستان اسود، والاغرب ان وشها نفسه كان باين عليه السماحه والطيبه. احنا ادركنا وقتها اننا لازم نسيب الشقه دي ونمشي، ملناش قعاد فيها، لكن قبلها محتاجين نعرف سر الست اللي شفناها دي. علي كان ليه واحد قريبه شيخ ازهري، قررنا نكلمه ونحكي له بالصدفه البحته، يعني كان عنده ندوه في اسكندريه وما خدناش وقت يعني لما جه هنا ودخل البيت بتاعنا وقعد يقرا قران ويحصن المكان. ولما وصل الاوضه طلب ان احنا نسيبه لوحده شويه، قرا شويه وبعدها خرج قال لنا الافضل ان احنا نسيب المكان ده في اسرع وقت ممكن. بص حواليه بصه مش مفهومه وسابنا ومشي. لمنا حاجتنا وحضرنا للرحيل، زي ما جينا هنخرج من هنا، بس كنت مضطر ارجع الاوضه تاني عشان علي عاوز التيشيرت بتاعه من جوه، بس المره دي التيشيرت كان سليم من غير ولا قطع واحد. وفي ركن الاوضه كان في ست عجوزه بنفس المواصفات اللي حكاها خالد، قاعده على الكرسي الهزاز، لكن لمحت في رقبتها عقد لولي ابيض شكله مميز جدا وماسكه مقص في ايديها. اول ما شفتها صرخت وجريت عليهم، افتكروني ان انا بقول كده مثلا وخلاص، لكن تفصيلة العقد دي محدش فيهم قالها علشان يعني يتأكدوا ان انا مش بألف. نزلنا بحاجتنا كده نبص على السمسار، فاستنيناه على القهوة قريبة كده من العمارة، ويا دوب لمحته بيعدي من قدام القهوة مسكت في خناقه: ايه يا عم الشقة الغريبة اللي انت سكنتنا فيها دي؟ انا اصلا ما كنتش مرتاح لك من الاول. كنت بكلمه بانفعال كده وهما بيحاولوا يهدوا فيا، بس ولا الهوا. علي وخالد قعدوا الراجل وطلبوا له قهوة سادة كده وسألوه عن الست اللي كنا يعني بنشوفها فوق وحكايتها ايه بالظبط. للأسف بعد اللي سمعناه عنها حسينا بتأنيب ضمير اننا مش بني ادمين اصلا. تخيلي يا خالته الست دي كانت اخت صاحب العمارة وكان عندها ضمور في المخ، ايوه نتج عن تأخر في عمرها العقلي، يعني فهمها كان متأخر شوية، حالة مرضية بتخليها تتصرف زي الأطفال كده. ده سبب لأخوها ومراته مشاكل كتير، فحبسها جوه الأوضة بين 4 حيطان. بس رغم كل ده بتعرف تخيط، وكل يومها يعني مقضياها في القص والتفصيل، لا بتشوف ناس ولا بتحكي مع حد، يا دوب بيفتحوا لها تدخل الحمام وتاكل وترجع تاني. وفي مرة من المرات استغلت مرات أخوها مش واخدة بالها منها، خبت علبة كبريت في هدومها، ولما دخلت الأوضة ولعت في نفسها. واديني رجعت لك اهو من السفرية اللي ملهاش ملامح دي وقاعد جنبك اهو. ايه انت ما بترديش عليا ليه؟ خالته انت سرحتي في ايه؟ ها؟ لا يا حاتم انا معاك، بس قصة تقطع القلب مهما كان فيها من احداث تخوف حصلت ليك يعني انت واصحابك، لكن بالتأكيد ان الانسان اكبر خطر على الارض، وبالاخص على اللي من لحمه ودمه. كملت كلامي مع حاتم وقلت له: لعلمك بقى اخر رحله طلعتها انا وصلاح كانت برضو الشقه مش مريحه، وكنت بسمع فيها همس واصوات، بس انا ما قلتش لحد عشان ما حدش يقول عليا ان انا لسعت ولا حاجه. والحكايه دي كمان من بعد غياب صلاح، وبتحصل من الوقت للتاني هنا في الشقه، بس يمكن عمار البيت يعني بيلعبوا معايا شويه. طب يا خالتي، ما ايه رايك نشوف الشيخ يجي يقرا هنا؟ جايز في سحر ولا عندك مس والكلام ده، مش يمكن يعني اختفاء عم صلاح بسبب حاجه منهم؟ لا 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 يا حاتم، هو التجربه اللي انت يعني عديت منها دي لحست مخك ولا ايه؟
بصي انا هقوم امشي دلوقتي، فكري ولحد ما تقرري هكون انا شفت شيخ كويس وان شاء الله يعني ومثوق فيه. حاتم سابني لدماغي اللي عماله تودي وتجيب زي بندول الساعه. معقول كلامه فيه شويه منطق، بس لا لا لا، ايه يا نبيله هتخيبي وتمشي ورا كلام حاتم المطيور ده ولا ايه؟ حاتم انجز، وتاني يوم على طول بعد صلاه الظهر لقيته بيتصل بيا وبيعرفني ان هو جاي بعد صلاه العشاء ومعاه اختي والشيخ. بعد العشاء بشويه صفاء اختي اتصلت بيا بتاكد عليا انهم طالعين، وبالصدفه في واحده جارتي صديقه يعني لينا هي وجوزها طلعوا وراهم ومعاهم لوجي بنتهم الصغيره. لما لقوا حاتم واختي والشيخ قلقوا عليا يكون في حاجه يعني ولا حاجه. هما اتخضوا من الوضع وكانوا يستأذنوا عشان البنت الصغيره ما تحضرش حاجه زي كده، لكن الشيخ سمح لهم ان هما يدخلوا يقعدوا لان ممكن يحتاج منهم مساعده، وقال بالنص: البنت دي وجودها فيه السر كله، محاضره الشفا على ايديها. كلنا تنحنا. الشيخ دخل وهو بيقول بصوت عالي: يا رب يا ستار. اول لما قعد طلب مننا شويه طلبات، منها مثلا يعني طبق كده غويط، مصحف من البيت. بعد كده طلب مننا احنا كلنا نقعد في دايره جنب بعض بشرط ان محدش يتكلم من غير اذنه. بصينا لبعض وهزينا راسنا كده. اول حاجه الشيخ عملها ان هو حط المصحف ده فوق الطبق وهو مقلوب، مد ايده في جيبه علشان يطلع مفتاح طويل مصنوع من الحديد بس عليه علامات صدى. رفع المفتاح بحيث ان هو يكون فوق المصحف والطبق، سابهم في مكانهم كده وبعت ايده شويه بس عينه مركزه على المفتاح وهو قاعد كده بيعزم ويقول كلام محدش فاهمه. حاولت ان انا القط اي حاجه معرفتش. الشيخ مندمج وكلنا ساكتين. المفتاح فجاه لف حوالين نفسه لوحده وبعدها وقف. الشيخ بص ليا وقال لي: تعالى جنبي. اتسمرت في مكاني زي التمثال. طلب تاني كان كل جسمي بيتنفض. اتحركت ناحيته ووجه كلامه للبنت الصغيره وقال لها برفق كده وهو مبتسم: تعالي يا عروسه ما تخافيش، بصي اللي هطلبه منك اعمليه وعلى اقل من مهلك، اتفقنا؟ البنت هزت راسها في قبول واضح للشرط بتاعه. في الاول قال لها: شيل المفتاح، وبعدها طلب منها تشيل المصحف. قام الشيخ اخدهم حطهم على جنب كده، طلب منها ترفع الطبق. يا دوب رفعته واتكشف للحاضرين. كشف للحاضرين حته قماشه. القماشه دي ما كانتش هنا من الاول. بص ليا للشيخ وقال بجديه: يا ست نبيله تعرفي القماشه دي او شفتيها قبل كده؟ كانت عينيا مبرقه وانا بقول له: ايوه يا شيخ، دي حته من روب جوزي صلاح، عنده واحد زيه بالظبط جوه في الدولاب، قومي هاتيه لو سمحتي. رحت اجيبه فعلا. قام الشيخ مسكه فضل يقلب فيه يمين وشمال لحد ما اتفاجئنا ان في حته منه مقصوصه. الشيخ ركن الروب على جنب من غير ولا كلمه ومسك القصقوصه الصغيره اللي كانت ملفوفه على نفسها زي الحجاب ديت. وقتها كده الدايره اتفكت لما الورقه اتفتحت. الصدمه ان كان جواها ورقه مرسومه فيها مربعات وجماجم ومعاهم عظمتين على شكل علامه زائد باللون الاحمر. الشيخ كان شفافه بتتحرك ووشه عرقان من غير صوت، وفجأة رفع راسه من بعد يعني ونبص في الورقة شوية وقال لي: بصوا يا جماعة، احنا لازم نشيل بلاط الشقة ده كله بكرة الصبح ان شاء الله، يعني اعملوا حسابكم تجيبوا عمال هي اللي تقوم بالمهمة دي. يلا القاكم بكرة على خير. حاتم واختي قرروا ان هم ما يسيبونيش ابات لوحدي، وجارتي هي وجوزها وبنتها نزلوا على وعد منهم انهم يطلعوا بكره ان شاء الله يعملوا اللي ربنا يقدرهم عليه. الاحداث دي كانت اكبر من احتمالي. نعست على طول من التعب، وتاني يوم العمال جم. كنت مجهزه كل حاجه وشايل السجاد، واول لما دخلوا الشيخ كان وصل قبل ميعادهم لانه هو قائد مسيره خلع الارضيه. شكله عارف هو بيعمل ايه بالظبط. طلب منهم انهم يكسروا من حته معينه في الشقه. بعد ما كسروا المكان اللي الشيخ شاور عليه، لقوا تحت البلاط المتكسر قطع من الخشب مدفون تحتيها جمجمة صغيرة مكتوب عليها حروف وطلاسم بقلم حبر أحمر ومعاها عظمة.
طلب الشيخ طشت كده ألمونيوم علشان يستحمل ومعاه ايد هون، ومن حسن حظنا ان كان الطش ده كان موجود. الشيخ حط الجمجمة والعظمة جوه وفضل يدق عليهم ويكسرهم لحد ما طحنهم خالص، اتحولوا لفتافيت وهو شغال يدق، وبص ليا وقال: يا ست نبيلة، العمل ده كان مدفون تحت الشجرة في منطقة القناطر الخيرية، وانا قدرت اجيبهولك هنا، بس كان في سؤال ضروري اعرف اجابته منك. امرني يا شيخ، امرني يا سيدنا الشيخ. هو انت قبل ما جوزك يختفي كنت سايبه البيت او كنت غضبانه عند اهلك؟ حاولي تفتكري كده. ايوه فاكره طبعا، ما كنتش في البيت، ما احنا كنا في اسكندريه ويدوب رجعنا حصل اللي حصل. الفتره اللي غبتوا فيها عن البيت كان وقت ما العمل ده اتعمل، وعلى كل حال انا كده مهمتي خلصت والباقي بتاع ربنا. استأذن انا. حيرتي زادت اكتر. ايوه اتكتمت كده، معرفتش اتكلم، ما بقتش بتكلم. ركبنا بلاط طبعا مكان اللي اتكسر ومسحت الشقه، ورجعت تاني قافل على نفسي ساكته ووحيده. وفي اليوم التالت من بعد وجود الشيخ صحيت من النوم على صوت عياط ونهنها كده. سميت الله كده وقمت بهدوء واشوف مين. المفاجأة اللي ربطت لساني ان انا لقيت صلاح قاعد على كنبة بيتنا في الصالة بنفس اللبس اللي كان معايا بيه اخر مرة، بس خاسس وباين على ملامحه القسى والارهاق. فضلت احضن فيه كده وما كنتش والله قادر اصدق عينيا من الفرحة. افتكرت انها هلاوس، وبعد ما هدي قال لي: انا كنت واقف قدام باب الشقة وكل ما اجي اقرب منه واحاول افتحه الاقي حاجة بتشد فيا لتحت، زي ما يكون حاجة قصداني ومستقصداني ان انا ابعد عنك ولازم ابعد عنك. لما الشيخ حجازي حضر تاني يوم عشان يحصن البيت يعني ويرقي صلاح، سمع منه الكلام ده. قال لنا ان اكتر شخص ما كانش على بالنا ان هو يأذينا هو حماتي. هو في ام تعمل كده في ابنها؟ الغيرة العامية حولت قلبها لكتلة من الحجر. فكرت وخططت انها تقطع شملنا بسكينة، زي ما قصت حتة من هدومه بالمقص وعقدت عليه سحر عند واحد دجال ما عندوش ضمير عشان يفضل تحت رجليها، رغم اننا ما قصرناش معاها ولا في خدمتها ليها. بعد كل حاجة مرينا بيها افتكرت نفسي ايام ما كنت ساذجة ومش يعني متصورة ان يوم يعني ما نخاف ونحذر لازم يكون من اقرب حد بنحبه. كنت لما حد مثلا بيتكلم في السحر كنت ببص للقصة بمثابة شديدة وهقول كده بيني وبين نفسي كل واحد عقله مريحه. اما كل ده طبعا اتشاف بطريقة جديدة خالص لما دخلت مرحلة خطرة كبيرة عشت فيها زي التايهين. لكن الأهم دلوقتي ان انا عرفت حجة الغايب كانت ايه بعد ما صلاح رجع ينور حياتي بسلام. بس ضريبة رجوعه كانت روح امه اللي ماتت يوم ما اتكشفت قدامنا. مش هقول في سري كل ما تيجي يعني سيرتها غير الله يسامحها. الله يرحمك يا حماتي. وبكده كنت انتهت حلقه النهارده وقصه النهارده. بشكر جدا رانيا حسين انا كتبت القصه دي، وبشكرك انت يا صديقي على الاستماع. بدون كلام كتير، لو انت جديد في القناه تعمل سبسكرايب على زر الجرس، ويا ريت تعمل لايك وكومنت لان الحاجات دي بتفرق معانا جدا، بتعرفنا فين الصح وفين الغلط. كان معكم احمد عبد الكريم، تصبحوا على خير.